بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. كما كنت قد وعدتكم بأني سوف أضع مجموعة من الدورات، يعني بعد أن أحصل أيضا على مجموعة من الناس كما ذكرت الذين سوف يساعدونني في المدونة. لأني الحين يعني أراجع التدوينات أو الناس الذين يراسلونني، وبحكم أنه كثير جدا يعني صراحة سوف أحاول أن أختار إن شاء الله. ثم سوف أخصص يعني دورات كثيرة إن شاء الله لمجالات مختلفة، يعني سوف تفيدكم كثيرا وسوف تنمي نفسك. بحكم يعني أنه مجموعة من الناس كنت قد وعدتهم يعني منذ مدة طويلة جدا، تقريبا عامين، بأنني سوف أضع يعني مجموعة من الدروس الخاصة بويفي سلاش، هذه التوزيع الخطيرة التي تساعدك في الحصول على كلمات سر للشبكات، يعني والحصول على الإنترنت المجاني. فسوف أضع هذه الدورة، لكن بحكم هذه الأشياء إخواني الكرام ممنوعة في القناة، سوف أضعها في القناة الثانية. الحين سوف نشرح كيف تقوم بتثبيت يعني آخر توزيعة لويفي سلاش على حاسوبك بطبيعة الحال. ثم سوف تذهب إلى القناة الثانية. اليوم وضعت يعني أول درس يعني لكي تحصل على شبكات، أو يعني كلمات السر للشبكات القريبة منك عبر أداة يعني لينست، آخر يعني الأدوات الخطيرة التي تم إطلاقها. بالتالي سوف نشرح في هذا الدرس كيف تقوم بتثبيت يعني هذه التوزيعة أو هذا النظام التشغيل، إن شئنا أن نقول على برنامج وهمي أو عمل إقلاع منه يعني على الحاسوب مباشرة. طبعا يعني على الهاتف إخواني الكرام، إذا كنتم تريدون أن نشرح كيف تقوم بتثبيت يعني هذه التوزيع أيضا على الهاتف، فسوف أشرح ذلك، فقط قولوا ذلك يعني في التعليق إخواني الكرام، لأني شخصيا أفضل أن أقوم بتشغيلها على برنامج وهمي أو على الحاسوب. طيب، يعني كل ما سوف تحتاجون إليه إخواني الكرام هي نسخة إيزو الخاص بنظام التشغيل ويفي سلاش. سوف تذهب إلى الموقع الرسمي، هو باللغة الإسبانية كما ذكرت. فهذا امتداد يعني لتوزيعة ويفي، وهي التي كنا نعرفها منذ سنة 2010 2008 2009. سوف تضغط على هنا لتحميل آخر إصدار لويفي سلاش. ثم سوف تقوم بالضغط على الرابط يعني الذي سوف يسمح لك بتحميل الويفي سلاش. وبالتالي سوف تضغط على هنا كما سوف تشاهدون Ultima Version. ثم تقوم بالذهاب إلى الرابط هذا وتقوم بالضغط عليه، وسوف يبدأ التحميل مباشرة. طيب، بعد تحميل التوزيع كما سوف تشاهدون سوف تقوم بحرقها إما على CD أو يعني يو اس بي كي تقوم بالإقلاع منه يعني من الحاسوب، وكأنك تريد تثبيت نظام تشغيل جديد كالويندوز إلى غير ذلك. طبعا يعني للإقلاع من السي دي أو اليو اس بي، هذا يسمح لك بأن هذه التوزيعة ممكن أن تقرأ يعني كارت الشبكة الخاصة بحاسوبك، لأنها تقرأ يعني بعض أنواع كروت يعني الشبكة. لكن إذا كانت يعني هذه التوزيعة لم تقرأ بطبيعة الحال كارت الشبكة الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى بطبيعة الحال مثلا ملتقط شبكات خارجي تقوم بربطه بالحاسوب. طبعا يعني في حالتي أنا شخصيا، إذا كنتم تريدون طريقة سهلة وإذا كان لديك ملتقط شبكات يعني خارجي، في حالتي أنا شخصيا أتوفر على ألفا، فسوف أقوم بتشغيلها مباشرة من سطح المكتب بدون الإقلاع يعني من الحاسوب. بالتالي سوف تضغط على نيو، ثم تسمي ويفي سلاش كما سوف تشاهدون، ثم تختار هنا لينكس، ثم هنا أودر لينكس يعني 64 بت. ثم بعد ذلك تضغط على النيكست، تحدد يعني حجم الرام الذي سوف تأخذه، يعني عليه الذي سوف تقوم بتشغيله عليه أي مساحة تريدها. ثم تضغط على كريات نيكست هنا يعني المساحة، ثم تضغط على كريات. الحين يعني تم توليد أو تم إنشاء يعني اسم للتوزيع. هنا نضغط على إنيسيال، نضغط عليه ثم نضغط على تشغيل مباشرة كما سوف تشاهدون. كما أشرت يعني إذا كنت تريد مباشرة أن تقوم بالإقلاع من التوزيع من الحاسوب، فتقوم بإعادة تشغيل بعد حرق يعني الإيزو الخاص به على السي دي أو اليو اس بي، إعادة تشغيل مباشرة من الحاسوب.
الحين يعني بعد، إذا كنت تريد بطبيعة الحال البرنامج وهمي، فسوف أضع لكم رابط تحميل هذا البرنامج، تقوم بتشغيله وتقوم بنفس العملية. حين نختار بعد أن تنبثق لك نافذة بهذا الشكل، نختار التوزيع كما سوف تشاهدون، إيزو الخاص به، ثم نضغط على انيسيار وننتظر حتى يتم تشغيله. أنا أفضل هذه الطريقة لأنه سوف يسمح لي نضغط على انتر مباشرة وننتظر حتى يتم يعني الدخول إلى التوزيع إخواني الكرام. طيب، بعد الدخول إلى التوزيع سوف بطبيعة الحال تحتاج إلى أن تقوم بربط البرنامج الوهمي وأيضا التوزيع بالكارت الشبكة التي قمت بإدخالها، أو يعني ملتقط الشبكات يعني الذي قمت بإدخاله الخارجي. بالتالي يعني سوف فقط تضغط على ديسبوزيتيفوس هنا، أو الأجهزة بهذا المفهوم، ثم تضغط على اليو اس بي وتختار كارت الشبكة التي قمت بإدخالها. كما ذكرت يعني البرنامج الوهمي لا يقرأ كارت الشبكة الداخلية الخاصة بالحاسوب. عندما تقوم بالإقلاع من الحاسوب من التوزيعة، هنا سوف يتم يعني قراءة، يعني ممكن إمكانية أنه يقرأ يعني بعض كروت يعني الشبكة. في حالة أنا شخصيا هذا الحاسوب فيقرأ كارت الشبكة الداخلية عندما أقوم بالإقلاع كما ذكرت من التوزيعة. في حالة البرنامج الوهمي فسوف تحتاج إلى أن تقوم بالضغط على ديسبوزيتيفوس أو يعني الأجهزة، ثم تضغط على اليو اس بي وتختار كارت الشبكة الخارجية التي قمت بربطها، يعني ملتقط الشبكات الخارجي الذي قمت بربطه كما سوف تشاهدون. حينما يظهر لك علامات الصح هنا، وفي الأسفل أيضا يتم كما سوف تشاهدون قراءته. هذه تمت يعني ربط الحين. فعندما سوف أقوم بتشغيل أي حينما يتم الدخول إلى التوزيع، عندما سوف أقوم بتشغيل أي يعني أداة، سوف بطبيعة الحال يتم قراءة مباشرة كارت الشبكة. ننتظر بعد ثواني لحينما تشتغل يعني التوزيع بشكل كامل إخواني الكرام. بعد ثواني بطبيعة الحال حينما يتم الدخول إليها مباشرة. طيب، الحين تم تسجيل الدخول مباشرة إلى التوزيعة. فكما ذكرت سوف تذهب إلى القناة الثانية، الرابط الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو، وسوف تجد أول فيديو. سوف أضع لكم مباشرة الرابط لأول فيديو سوف نطرحه. لذلك تابع تلك القناة، لأن في كل أسبوع سوف أضع شرح لأداة معينة. سوف نبدأ بطبيعة الحال بشرح الأداة يعني لينسيت، التي كما ذكرت آخر أداة تم إطلاقها. هذه الأداة لينسيت الخطيرة بطبيعة الحال. بالتالي سوف تجدون رابط أسفل الفيديو لشرح يعني هذه الأداة إخواني الكرام، وكيف تحصل على كلمات السر بسهولة من خلال لأي شبكة من خلال يعني هذه الأداة. الرابط سوف تجدون أسفل الفيديو. لا أريد أن أضع شروحات الاختراق على هذه القناة لأنها ممنوعة كما ذكرت. بالتالي سوف تجدون الشرح أسفل الفيديو، وادعمنا بالضغط على اللايك حتى أستمر لشرح لكم جميع الأدوات الخطيرة الموجودة في هذه التوزيع، التي سوف تجعلك تحصل على الإنترنت المجاني ويعني الحصول على كلمات السر. رابط يعني الفيديو كما ذكرت أسفل الفيديو، رابط تحميل التوزيع وأيضا البرنامج الوهمي إذا كنت تريد التشغيل عليها يعني التوزيع، سوف تجدون أسفل الفيديو. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، بس تدعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارة دائما على موقعنا ندو الفيديو البوندق 5.com، ولما لا تصبحوا على facebook.com/عبد988 فول. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات في أمان الله.